سد النهضة مذكور في كتاب النبي أشعياء من 2600 سنة إنه هيسبب في جفاف لسان بحر مصر دلتا نهر النيل حسب النبوة اللي مكتوبة: ويبيد الرب لسان بحر مصر ويهز يده على النهر بقوة ريحه ويضربه إلى 7 سواق ويجيس فيه بالأحذية. الكلام ده معناه إيه؟ معناه إن في نهايات العالم النبي أشعياء شاف إن من أول لسان بحر مصر يعني دلتا نهر النيل، اللسان ده المية هتتراجع فيه لحد ال7 سواقي. ال7 سواقي دي الفيوم. يعني سد النهضة الدولة الأثيوبية هتحاول تسيطر على نهر النيل، ومجرد السيطرة على نهر النيل هتخنق مصر وتراجع مية النيل، لأن بيقولك: ويبيد الرب لسان بحر مصر ويهز يده على النيل بقوة ريحه. يعني لسان بحر مصر ده دلتا لسان دلتا نهر النيل هيرجع لحد الفيوم وهتعبروا فيه بالأحذية، لأن قالك ويجيس فيه بالأحذية، يعني المية هتنشف فيه حرفيا. فاحنا في كارثة كبيرة. الرئيس السيسي عليه اللوم ساعة ما ترامب اتصل بالتليفون وقال له اضرب سد النهضة، هو ما قدرش يضربه، كان المفروض يضربه، لكن من اجل تحقيق النبوة دي ما ضربوش. ودي كانت فرصة ومش هتتعوض تاني خلاص، لان اسرائيل واثيوبيا من ساعة الملك سليمان ما اتجوز ملكة الحبشة وهم روح واحد، فبيحاوطوا مصر من النيل الى الفرات. يعني اسرائيل هتسيطر على نهر الفرات واثيوبيا هتسيطر على النيل، فتكون المملكه الكبرى من النيل الى الفرات. اسرائيل الكبرى دي معناها ان تحالف اسرائيل اثيوبيا من النيل الى الفرات. فبيقول لك ان مصر هتتحاوط، وفي وسط النبوه دي هيحصل ايه؟ تكون سكه لبقيه شعبه كما كان لاسرائيل يوم صعوده من ارض مصر. يعني الشعب الفلسطيني هينزل يقتحم حدود سيناء ويتلجأ في سيناء، يكونوا مهجرين في سيناء زي ما في بداية الزمان طلع إسرائيل من أرض سيناء وراحوا أيام موسى وطلعوا من أرض سيناء وعبروا البحر وراحوا على أرض إسرائيل. هتنزل الفلسطينيين في أرض سيناء، دول في بداية الزمان طلعوا ودول في نهاية الزمان هينزلوا، وهتحصل حرب كبيرة في الشرق الأوسط لم يحدث مثلها منذ إنشاء العالم، المذكورة أيضا في كتاب النبي دانيال من 2600 سنة. النبي دانيال هو نبي آخر كان معاصر للنبي أشعياء، شاف أحداث يوم القيامة. أحداث يوم القيامة إن العالم هيتقسم نصين، نص اسمه ملك الشمال ونص اسمه ملك الجنوب. يعني ملك الشمال ده أمريكا والاتحاد الأوروبي، ملك الجنوب ده روسيا والصين، فقسم العالم نصين. فبيقول لك: ففي وقت النهاية يحاربه ملك الجنوب فيثور عليه ملك الشمال بمركبات وفرسان وسفن كثيرة ويدخل الأراضي ويجرف ويطمو. وكل اللي بيحصل ده في الشرق الاوسط هتقوم اسرائيل تضرب ايران ويعملوها الصغار وهيقع فيها الكبار، فالعالم هيتقسم نصين. امريكا والاتحاد الاوروبي هتيجي لدعم اسرائيل، وروسيا والصين هتيجي لدعم ايران. وايران دي مش هينه، ما تفتكرش ان ترامب لما يجي في الحكم ويحاول يضرب مفاعلات ايران النوويه، ايران عامله نووي ومخزناه، عامله اكتر من 10 قنابل نوويه ومخزناهم، وهتكون التجربه النوويه الاولى على ارض اسرائيل نفسها. فالحكايه مش سهله زي ما انت فاكر، وان ترامب اللي فاكر نفسه رئيس السلام هو رئيس حرب كبير. فده الهدوء اللي قبل العاصفة، الهدوء اللي قبل العاصفة. فكل النبوات دي هتحقق. فبيقول لك: ويدخل الى الاراضي البهية فيعصر كثيرون وهؤلاء يفلتون من يده ادوم ومؤاب ورؤساء بني عمون. ان ترامب او حلف شمال الاطلسي هيدخل الاراضي البهية ويمد يده على الاراضي ويتسلط على كنوز الذهب والفضة واللوبيين اللي هم الليبيين وكوشين السودانيين عند خطواته، تفظيع اخبار من الشرق يعني من الصين ومن الشمال اللي هو روسيا، فيخرج بغضب عظيم ليخرب وليحرم كثيرين. ان الولايات المتحده الامريكيه هتفزعها اخبار من الاراضي دي فهتخرج تحرم كثيرين، يعني تصنع الحرب النوويه الاولى الكبرى، وينصف وسطاته بين البحور وجبل بهاء القدس ويبلغ نهايه ولا معين، ويكون زمان ضيق لم يحدث مثله منذ انشاء العالم. في ذلك اليوم كثيرون من الراقدين في تراب الارض يستيقظون، هؤلاء الى الحياه الابديه وهؤلاء الى العار الازدراء الابدي. والملاك هنا بيقول لدانيال ايه: اما انت يا دانيال فاخفي الكلام واختم السفر الى وقت النهايه، كثيرون يتصفحون والمعرفه تزداد. النبوات دي مكتوبه عن نهايه العالم، شافها الانبياء القدماء علشان يورونا اللي هيحصل من قبل ما يكون، لان الله ما بيعرفش المستقبل، الله بيصنع المستقبل. الله ورانا النهايات علشان يعرفنا ان هو المنتصر في حرب هرمجدون الاخيره، لان الله بنفسه هينزل في الحرب العالميه الثالثه الكبرى ويلم كل الناس المؤمنين بيه ويديهم الملك على كل الارض، ويطرح الاربع ممالك اللي هم امريكا والاتحاد الاوروبي وروسيا والصين، يطرحهم وينزع عنهم سلطانهم ويقيم الملكوت السماوي، ملكوت الله الكبير، ويملك على كل الارض ويظهر مباشر امام العيون والعين تشوفه وهو يشوفها. من هنا هيعلم مجده للامريكان وللصينيين وللشرق الاوسط. فكل الكلام ده مقدر من قبل الله وعلى وشك انه يحصل.
فعلى الدول المظلومة انها ما تزعلش من الظلم، لان احنا مفيش زمان بعد زمان، لان الله نازل عشان ينصركم. وبالذات بكلم الدول العربية، الوقت قريب. احنا في الايام الاخيرة، استعدوا للقاء الهكم.